يعني صف لنا كيف تم هذا الحادث ومن تتهمون من يقف وراءه؟ الله يسلمك، ولا نتوقع بل نجزم بالقول ونقسم من ان تلك الخلايا الارهابيه بمسمياتها المختلفه وبارتباطها الوثيق بعفاش والحوثيين والداعمين لهم سواء ايران وسواء هي من تقف وراء مثل هذه الاعمال. وبينما وكنا كالعاده ولكن لم نتوقف ولم تجنينا سواء سيادة اللواء ادريس الزبيدي او مدير امن عدن او السلطه المحليه والامنيه لم تثنيها مثل هذه الاعمال الارهابيه التي ادت باستشهاد 4 ابطال ينفذون واجبهم الوطني في تنفيذ الخطط الامنيه ليلا ونهار، مكافحين حاملين رساله الاستشهاد مقابل تطهير عدن والمحافظات المحرره من دنس الخلايا الارهابيه العفاشيه الحوثيه وغيرها. لنوضح للمشاهدين فقط، انت تقصد بعفاش علي عبد الله صالح. الدورات الاعتياديه تفاجأنا بهذا العمل الارهابي الذي نتوقعه ليس الاخير، وانما نثبت للعالم بانه الارقام الاخيره الانباس الاخيره لتلك الخلايا الارهابيه. طيب لماذا يعني تكررت المحاولة؟ أنت كنت يعني مستهدفا لأكثر من مرة، برأيك ما الذي يدفع هؤلاء لأن يستهدفوك في هذه الفترة التي تدور فيها مفاوضات في الكويت؟ لن اتنازل ولن اتزحزح قيد ان لو انا وكل الشرفاء سواء محافظ عدن او كل القيادات التي تتبنى معنا رسالة مكافحة الإرهاب والقاعدة وتطهير المحافظات الجنوبية من دنس العدو الرئيسي الداعم لهذه الخلايا الإرهابية. طيب هل من عملية ارتباطها سيد شلال هل تسمعني؟ أحداث سياسية أخرى كانت تنقاد وتدار من صنعاء ولدينا الأدلة الدامغة لذلك. طيب هناك من يقول بأن هناك نوع من النقص في الأجهزة الأمنية لديكم، سواء فيما يتعلق بمحافظة عدن تحديدا. هل من نواقص معينة تودون أن توضحونها لمن يستطيع أن يساعدكم؟ ونذكر بعد الله التحالف الذي قدم الشهادة وانتظر بما أرسل إلى هذه اللحظة. وبالنسبة لما نعاني سائر الجميع فنحن خرجنا لسنا ننفذها، بل خرجنا من تدبير حرب إبادة جماعية ممنهجة سياسية بامتياز في تدبير البناء التحتية للأجهزة الأمنية. بفضل الله وفضل التحالف بدأت هذه الأجهزة تتعاطى من خلال تقديم الدعم والعون سواء المادي والمعنوي، وكذا إعادة تفعيل المؤسسة الأمنية التي بدأت من الصفر تأخذ بيدنا التحالف بعد الله سبحانه وتعالى، ونحمد الله ونشكره. اليوم وضع القاعدة وعباس والحوثيين والإيرانيين وضع مخزي، ولكن لم تتوقف عملية محاولتهم الباءة لإعادة نتائجهم من إثبات الرأي العام اليوم لا زالوا متواجدون، بل مؤكد أنهم متواجدون لابسين لباس الإمرأة. طيب هل من يعني بحكم معرفتك يعني هل من بصمة تركت من خلال هذه العملية، سواء من خلال هذه العملية أو العمليات السابقة التي استهدفت من خلالها، يعني تترك أثرا لمن يقف وراء هذه العمليات؟ اجزم واثبت مع ست الاصرار والترصد والادله نمتلكها لاثباتها لمحكمه العدل الدولي للمجتمع الدولي لكل محبين رساله مكافحه الارهاب. ما عليهم الا ان يسمعوا ويقرأوا بتمعن كل ما نمتلكه من ادله، ولكل وقت حديث ولكل عدد حديث، ونحن على ابواب تقديم كل هذه ليطلع عليها العالم اجمع من خلال تقديمهم كافه المتهمين ومن لهم صله الى المحكمه العلميه ليسمعوا ما نقوله سابقا ونأكده بالغد بالصوت العالي والواضح، ليقرأ العالم كامل من يقف وراء مثل هذه الاعمال والخزي والعار لهم
الدين باذن الله. اللواء شلال شائع مدير امن عدن كنت معنا عبر الهاتف، والحمد لله على سلامتكم مرة اخرى.